بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخواتي وأصدقائي أبنائي بناتي، كل من يسمع الفيديو أو الحلقة دي عن الجواز الدليفري. الجواز الدليفري اللي هو بيبقى العريس جاهز وشقته جاهزة وحاجته جاهزة، طبعا إذا كان جاي من بره أو ربنا كرمه بورث أيا كان، المهم اللي هو عايز يتجوز في أسرع وقت، فبيدور على بنت الناس ويروح ربنا يعطره في بنت الناس ويتقدم لها ويعرض حاجته اللي هو موجودة ويقول لهم اللي أنا جاهز وعايز أتجوز بسرعة. طبعا ده بطريقة يعني ولاد الحلال اللي بيحبوا الخير، بس للأسف تصرفهم غلط عموما. فبيروحوا يعرضوا الموضوع على أو العروسة أو أم العروسة، وطبعا بياخدوا رأي العروسة إن في خلال أسبوعين 3 أو شهرين 3 وهيتجوزوا. فطبعا بيبقى يا سعدهم يا هناهم إن جالهم واحد مش هيغرمهم حاجات كتيرة يعني اللي موجود، ويقنعوا العروسة إن كل حاجة إن شاء الله ربنا يسهل، اللي ناقصة أو اللي ناقصاكي جوزك أو العريس اللي هو متقدم هيجيبها لك، أو إحنا هنجيبها لك واحدة واحدة. فطبعا بتقتنع البنت لا حول ولا قوة إلا بالله وبتدي الموافقة. بيتقدم العريس يجيب الشبكة اللي هم طلبوها، سواء دبلة سواء يعني غويشة غوشتين حسب ما بيتفقوا. فبيتم الموافقة، وطبعا العروسة بتلبس الشبكة بتبقى فرحانة. أي عروسة عايزة تلبس الشبكة وتبقى فرحانة ويبقى كده، فبتلبس الشبكة وتبقى فرحانة انها اتخطبت، تبقى نفسيتها مرتاحة ان جالها ابن الحلال. وطبعا الام برضو بتبقى فرحانة والاب بيبقى فرحان وبيعرف زمايله وبيبقوا فرحانين فرحة الدنيا. فبيحددوا ميعاد لكتب الكتاب، وبعد كتب الكتاب يعني الموضوع كله يعني بياخد له بالخطوبة بكتب الكتاب يعني كده، يعني في تعديلات في الشقة، في تعديلات في العفش عنده. المهم الموضوع ما بيكملش 6 شهور، فبتضطر العروسة خلاص العريس جاهز، وام العروسة برضه تبقى فرحانة ان العريس جاهز وبنتنا هتتستر والحمد لله، وبيتم الزواج. طبعا هنا في بعض المشاكل، ان شاء الله في الفيديو الجاي هعرض لكم بعض المشاكل في خلال فترة ان العريس لما تقدم واتجوز اللي هو العروسة الجديدة، وده اسمه الزواج الدليفري.